السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بألف خير. اخبار اليوم من صحيفه اس الاسبانيه، وكلام كبير على الحارس المغربي ياسين بونو، وكذلك كاين كلام على الضغط اللي كيتعرض ليه الكاف من بعد تصريحات ديال رياض محرز والاحقيه ديال ياسين بونو بالكره الذهبيه الافريقيه. وفي الاخير غنتعرفوا على موعد مباراه المنتخب المغربي لاقل من 17 سنه في دور الثمن النهائي كاس العالم باندونيسيا. ندخلوا في الموضوع واللي غادي يكون باختصار كيف العاده. هو البدايه غادي تكون مع صحيفه اس الاسبانيه واللي عنونات المقال ديالها بالقول ما اخذه بونو من إشبيليا. وفي المقال تعمقوا في العنوان بحيث أكدت آس أن نادي إشبيليا فقد الكثير من الأمان والسحر بعد رحيل ياسين بونو على النادي الأندلسي، وكذلك تكلموا على التألق ديالو مع نادي الهلال. بخلاصة القول كتحس من المقال ديالهم أنهم كيتحسروا وعرفوا القيمة ديال بونو، وعرفوا باللي هو اللي كان هاز نادي إشبيليا وكان متستر على العيوب أو ضعف المنظومة الدفاعية للنادي الأندلسي. وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن نادي إشبيليا في الموسم القادم غيبداو يقلبوا على حارس جديد. شخصيا ملي تعاقد نادي الهلال مع ياسين بونو ذكرت ان الهلال دار احسن صفقه ويمكن احسن من ديال نيمار، وهذا الشيء اللي تبين في الاخير. ندوزوا لشكون عنده الاحقيه بالكره الذهبيه الافريقيه، والكلام محصور بين ثلاثه ديال اللاعبين وهما ياسين بونو، رياض محرز ومحمد صلاح. والكل متفق ان الحارس المغربي هو اللي عنده الاحقيه بهذه الجائزه. يكفيه انه مصنف كثالث افضل حارس في العالم، وكون ما كانش الخب ديال الفيفا كان غيكون هو افضل حارس في العالم، وهذا الشيء بشهاده الجميع. حتى الحارس اللي توج بجائزه افضل حارس في العالم واللي هو إيميليانو مارتينيز حتى هو صرح انه كيشوف ان بونو كان كيستحق هو اللي يفوز بالقفاز الذهبي. والحاجه الثانيه اللي كتعطي لياسين بونو الافضليه هي انه قاد نادي اشبيليا للفوز بالدوري الاوروبي، ماشي شارك انما قاد، ما شاركش من كرسي الاحتياط. اللاعب كان مساهم وكان عنده تاثير كبير في تتويج نادي اشبيليا جوج ديال المرات بالدوري الاوروبي، غير انه تحصل على جائزه زامورا. والحاجه الثالثه واللي ما يمكنش نقارنوها مع شي حاجه اخرى وهي الوصول ديال ياسين بونو لنصف نهائي كاس العالم. راه كنتكلموا على نصف نهائي كاس العالم، والاهم من هذا الشيء ان ياسين بونو كان مساهم وكان لاعب مؤثر، ماشي غير لاعب اللي شارك. بخلاصه القول رياض محرز لاعب كبير وكنا متفقين عليه، والتحليل ديالي الشخصي للتصريحات ديالو هي ان اللاعب الجزائري مادام عرف راسه خرج من السيتي وخرج من الدوريات الاوروبيه والتحق بالدوري السعودي، يعني ما غتبقاش عنده فرصه، بمعنى انه ما غاديش تبقى عنده فرصه فين غادي يترشح لهذه الجائزه. وهذا الشيء علاش طلق هذه التصريحات في النظر ديالي، مادام هو عارف انها الفرصه الاخرى ليه باش يربح هذه الجائزه. لكن بطبيعه الحال من سوء الحظ اللي عنده اطلاقه مع ياسين بونو اللي كيتفوق عليه حاليا، راه غير منطقيا ياسين بونو حاليا مكلاسي في الرتبه 13 كافضل لاعب في العالم، والاسم ديال رياض محرز ما داخلش ضمن الاسماء ديال 30 لاعب الافضل في العالم. بطبيعه الحال هو تكلم على الثلاثيه اللي توج بها مع السيتي، ولكن حنا كنشوفوا شنو التاثير ديالك باش شاركتي في هذه الثلاثيه هذو. حتى حكيم زياش كان توج مع تشيلسي، وصل للنهائي مع اياكس اداء خرافي، ومع ذلك ما تتوج. بين قوسين غنعاود نكررها، رياض محرز لاعب كبير ولكن المنطق يحترم. حاليا ياسين بونو والارقام والانجازات ديالو افضل بكثير من ديال رياض محرز. الاساس ان الاعلان او الحفل ديال توزيع الجوائز الافريقيه غادي يكون نهار 11 ديسمبر 2023، والحدود الساعه المشاركين كيعطيو الافضليه والتفوق للحارس المغربي ياسين بونو بنسبه 47%، وكيجي وراه رياض محرز بنسبه 24%، وفي المركز الثالث محمد صلاح ب 21%. يعني محسومه للحارس المغربي باذن الله. اما بخصوص مباراه المنتخب المغربي لاقل من 17 سنه غادي تكون نهار 3 امام المنتخب الايراني. الماتش غيكون ملعوب مع الوحده ديال النهار بالتوفيق للمنتخب الوطني. هادشي اللي كاين، وكيف العاده اللي مازال ما انضمش لعائله فوت فليكس رجع البطونه القريه بيضاء وهو معنا. كان معكم اخوكم محمد من قناه فوت فليكس. صلوا على رسول الله واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وتفاءلوا خيرا تجدون.